ليه الراجل ده بيركب بلاط تحت الميه؟ مش المفروض اللاصق ده يبوظ فورا؟ الشكل اول ما تشوفه هتحس ان هو غلط، بس بالحاجات الصح الموضوع ده شغال فعلا. في حمامات السباحه الكبيره تفريغ الميه كلها عشان تصلح بلاطه ولا اتنين بيضيع وقت وميه وفلوس على الفاضي. عشان كده الاصلاحات دي غالبا بتتعمل تحت الميه، الغواص بينزل يشيل البلاط المكسور وينظف السطح كويس، وبعدها تيجي المرحله اللي شكلها مستحيل. اللاصق بيتحط وهو كله تحت الميه، وده مش غير بلاط عادي، ده لاصق اسمنتي معمول مخصوص عشان يستعمل في الميه. المَيّة مش بتضعفه، بالعكس هي اللي بتشغّله وتخلّيه ينشف، عشان كده أي غير عادي بيفشل فورًا، لكن ده بيقفل ويمسك جامد جدًا. البلاطة بتتركب وتتضبط زي بالضبط وهي على الناشف، ونفس الفكرة دي بتستخدم كمان في كشف التسريبات والحمام مليان مَيّة. المَيّة بطبيعتها بتجري على مكان الشرخ الحقيقي، تحط شوية صبغة تراقب اتجاهها والتسريب يبان لوحده. والتسريبات الصغيرة ممكن كمان تتقفل تحت المَيّة بإيبوكسي مخصوص، فلأ، ده مش شغل عشوائي ولا تهور. في حالات كتير تصليح حمام السباحة من غير ما تفضيه مش بس ممكن، ده أذكى حل. أنت بقى هل تثق في الطريقة دي ولا لسه شكلها مريب بالنسبة لك؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.